خرج آلاف النيجيريين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي في مظاهرات داعمة للمجلس العسكري دعت لها مذيعة أخبار بالتلفزيون الحكومي. المحتجون رددوا هتافات معادية لفرنسا ومؤيدة لروسيا، منها تحيا روسيا ولتسقط فرنسا. عدد منهم دخلوا السفارة الفرنسية وانتزع بعضهم اللوحة التي تحمل عبارة سفارة فرنسا في النيجر، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، فيما توجه عدد قليل من المتظاهرين إلى سفارة الولايات المتحدة. المظاهرات قابلتها فرنسا ببيان فوري وحازم حذرت من خلاله المساس بمصالح البلاد في النيجر. لا نستطيع الحكم على هذه المظاهرات المؤيدة خصوصا للانقلاب، وأنها يعني تعكس الرأي العام في النيجر ونظرة الشعب النيجيري للانقلاب وتقوية المؤسسات الدستورية المنتخبة، لأن الجميع يعني يعلم نتائج، وخصوصا أفريقيا يعني عاشوا على امتداد نصف قرن الآن من الزمان أو أكثر، عايشوا الانقلابات العسكرية والحكم العسكري، فالنتائج واضحة. في قراءة لهذه التطورات، فسر خبراؤنا الاحتجاجات التي خرج فيها النيجيريون الغارقون في الفقر رغم الثروات بأنها انتفاضة ضد الوجود الفرنسي الذي استنزف خيرات البلاد وليس دعما للانقلاب. كما حذر مراقبون من الشعارات التي تهلل بتدخل قوى أجنبية أخرى تنافس النفوذ الفرنسي بالنيجر. فبالتالي هذا موجود في أفريقيا، لكن لماذا لم تكن هناك إرادة ذاتية أفريقية ذاتية ترفض أي نوع من الارتباط بالخارج؟ بمعنى عندما نتحدث عن المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الروسية وطالبوا بالتدخل الروسي، وهناك يعني تصريحات من يعني قائد المرتزقة الروسية يفغني بريغوجين عن يعني يشير بها بهذا الانقلاب. ما الذي يمكن أن يستفيده النيجيريون أو أي من الشعوب الأفريقية من تبديل مستعمر قديم بقوى دولية في أكثر الأحيان لن تأتي بتنمية للمنطقة؟ الانقلاب يهدد بالفعل المصالح الفرنسية، وسبق أن أشاد بازوم بالوجود الفرنسي. لهذا تخشى فرنسا أن تكون النيجر الدولة الثالثة التي تخسرها لمصلحة روسيا في غربي إفريقيا بعد خسارة مالي وبوركينا فاسو.